السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت لسه هاوي جديد وعايز تدخل في مشروع تربية العصافير دوت وما تعرفش عنه اي حاجة، وبتقول العصافير دي اجيبها منين واربيها ازاي ويا ترى انا هقدر اكسب منها، اقول لك ايوه هتقدر تكسب منها في الوقت الحالي. بعد ما ارتفعت اسمان العصافير، ثمن العصافير دلوقتي بقى غالي جدا. يعني لما ربنا يرزقك منهم وتيجي تنزل تبيع في السوق، وحتى لو ما نزلتش السوق هيتباع وانت قاعد مكانك كده عن طريق الفيس، عن طريق الانترنت، هتبيع زي ما انت عايز. يا ترى المشروع ده كويس وممكن انا اربي صح واربي فين؟ اقول لك على كل حاجة عن تربية العصافير. افضل عصفور تقدر ان انت تربيه هو عصفور الكوكتيل. عصفور ممتاز جدا، وزي ما حضراتكم شايفين النوع ده اسمه عصافير روز كوكتيل، عصافير كوكتيل لاتيني، اسمها كوكتيل لاتيني. الكوكتيل اللاتيني دوت باجيبه منين؟ باجيبه من السوق. احنا عندنا في القاهرة في سوق اسمه سوق السيدة عيشة. السوق دوت في السيدة عائشة بيكون يوم الجمعة وبيكون يوم الحد، ولكن يوم الجمعة بيكون أفضل لأن العرض والطلب بيكون فيه كتير جدا، ويكون سوق زحمة ومليان من كل حاجة. هتقولي لا السوق ده كله نصب، هقول لك لا لا خالص. بتسمعش الكلام دوت. السوق فيه ناس كويسة جدا جدا، زي ما في ناس ممكن تنصب عليك، في ناس كويسة جدا جدا. هتقولي طب ما هم انا ممكن انا لسه هاوي جديد، ولو انا نزلت ممكن هيتنصب عليا. اقول لك لما تيجي تنزل اول مرة السوق ده لازم تاخد حد معاك يكون بيفهم في العصافير، يكون صديق ليك ويكون هاوي العصافير وبيربي عصافير، يقدر ان هو ينقي لك جوز كويس. طب انا ما عنديش صديق وهنزل لوحدي. اقول لك لو انت نزلت لوحدك ممكن تستعين بالناس اللي حواليك، تقدر انك انت تسأل الناس اللي وانت بتشتري الجوز ده كويس ولا لا، كبير ولا لا، شغال ولا لا، وكل حاجة هم هيقولوا لك عليها. الناس هناك ناس محترمة جدا، وناس هواة بيبقوا زيك كده عايزين ان هم يسترزقوا من العصافير. طيب العصافير دي لما اجي انا اربيها وانا عايز اربيها فين؟ اقول لك ان انت اول حاجه بتجهز لها المكان عندك في البلكونه، وافضل مكان ان انت تربي فيه ان هو يكون في البلكونه. ولو عندك اوضه فاضيه يا حبذا، يبقى زي الفل، جميل جدا انك انت تحط قفص او قفصين في اي مكان بقى. عايز تحط في البلكونه، عايز تحط في الاوضه، زي الفل، مفيش اي مشاكل. الكوكتيل عشان خاطر تربيه بيتربى في قفص كبير مخصوص اسمه قفص الكوكتيل، بيكون كبير الحجم. ليه؟ لأن الكوكتيل ده بيكون حجمه كبير في حجم اليمام، يعني زي ما احنا شايفين كده بيكون حجمه كبير شوية. طيب أنا دلوقتي خلاص جبت القفص وعرفت القفص الكوكتيل اللي أنا هربي فيه، وجهزت له المكان عندي في البلكونة. أبدأ بقى أنزل أجيب العصافير إزاي؟ زي ما قلت لك، هتنزل السوق وتبدأ إنك أنت تشتري جوز يكون شبابات. دي اهم حاجة في الفيديو كله، انك انت لما تيجي تنزل تشتري جوز ما تستعجلش وتقول انا هشتري جوز شغال، يعني اخده على طول ويشتغل عنده ويبيض ويبدأ ان هو يشتغل. اقول لك لا، بلاش الحتة دي ابدا. بلاش تجيب جوز يكون كبير وشغال، لان محدش هيبيع حاجة شغالة الا اذا كان فيها عيب. الا قليل جدا جدا يا جماعة ان حد هيكون بيبيع جوز شغال الا اذا كان في عيب، او اذا كان الراجل ده بيصفي. فلو هو بيصفي انت هتعرف ازاي ان هو بيصفي؟ فانت طبعا هنا لو اشتريت جوز كبير شغال ممكن تخش في مشاكل انت ما تعرفهاش وبغنى عنها. يكون الجوز ده عيان، يكون عنده تمليح، يكون عنده امراض، حاجات كتير انت ما تعرفهاش. يكون ما بيزقش الزغاليب بتاعته، يعني ما بياكلش الزغاليب بتاعته، يكون ما بيرقدش على البيض. فانت هنا احسن حاجه بتعملها ان انت تجيب جوز يكون لسه شبابات، سن 4 5 شهور، لسه ما يشتغلش خالص. هتاخده عندك البيت تحطه في القفص اللي انت جهزته علشان خاطر تربيه، ويبقى اسمها تربية بيتي. زي ما احنا عارفين كده الفراخ البيتي نفس الكلام كده. الكوكتيل ده هيبقى اتربى عندك وعلى ايدك، وانت عارفه كويس قوي وعودته على الاكل اللي انت عايزه. طيب انت جبت الجوز خلاص وربنا رزقك بيه، واتأكدت اهم حاجة ان هم شبابات وان هم ذكر وانتاية، دي اهم حاجة. ولما تيجي تشتري الجوز لازم يكون الجوز دوت يكون نشيط وشايفه ان هو مش كاشش، وان تبص على صدره يكون مليان، تبص على طوله، اهم حاجه يكون طويل، وريشه يكون متستف ومكوي كده، بنقول عليه مكوي، يعني يكون متستف كله زي الفل وكويس ومفيش اي نحكشه في الريش. تمام. تبص على عينيه، ما يكونش فيه عينيه بتدمع او عينيه بتكون بتغمض كتير.
تبص على رجله أهم حاجة اللي هو ال4 صوابع تتأكد إن هما موجودين، وإن ما فيش صابع ناقص ولا في ضفر ناقص، كده خلاص أنت اتأكدت إن العصفور اللي أنت جبته كويس. تتأكد كمان إن هو ما عندهوش إسهال أو أي أمراض. أعرف الحتة دي إزاي؟ أبص على المخرج بتاعه، لو لقيت في المخرج بتاعه من تحت في لون أخضر مكان الفضلات تعرف إن ده كده عنده إسهال، ما تجيبوش. لقيته نضيف وزي الفل وحلو وريشه كويس ونشيط وعينه كويسة وصدره مليان، بيبان العصفور على شكله على طول، تبدأ إن أنت تشتريه. وطبعا وأنت بتشتريه هتسأل اللي حواليك، دول ذكر وانتايه، دول صحتهم كويسة، دول يسووا كام. خلاص جبتهم واشتريتهم، تبدأ تحطهم بقى، تاخدهم وتحطهم عندك في القفص، وتبدأ تقدم لهم الأكل اللي أنت الناس هتقول لك عليه، اللي هو البيليكم والايه والفلارس. ايه هو البيليكم والفلارس دي هي الحبوب اللي بياكلها العصافير. الكوكتيل بياكل حاجه اسمها بيليكم وفلارس. طب هتقول لي البيليكم والفلارس غاليين قوي، ولقيت ان الفلارس ب 85 جنيه، ولقيت ان البيليكم ب 50 جنيه اسعارها عاليه. اقول لك ان الكوكتيل بيتميز ان هو ممكن انك انت تنوع له في الاكل. يعني هتاخده البيت وتبدا بقى ان انت تنوع له في الاكل، تحط له زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي. انا حاطط لهم ايه؟ قمح منقوع على عدس بجبه. تمام. بانقعه من بالليل للصبح واقدمه للعصافير. ممكن تدي له كمان برسيم مرتين في الاسبوع، جرجير مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. بتدي له بيضه مسلوقه تهرسها كويس او تقدمها له. تمام. مرتين في الاسبوع. يعني دايما تنوع له في الاكل، حته جزرايه، حته بطاطا، حته كوسه. يعني بتبدا تنوع له في الاكل، وكل ما تنوع في الاكل هتبقى تلاقي ان العصفور ده تبقى صحته كويسه وشكله حلو وزي الفل. وهتبقى انت كده اسسته كويس، يبدأ ان هو يشتغل عندك كويس. طيب بعد كده بقى اول ما يوصل سنه 10 شهور، انت حطيتهم في القفص عندك. اهم حاجة لما تيجي تحطهم في القفص ما تعلقش بياضة ولا حاجة، لان هم مش هيخشوا البياضة ابدا عندك قبل ما يبلغوا. ولو حطيت البياضة قبل ما يبلغوا، هما كده لو دخلوا البياضة يبقى كده اتعودوا ان هما يدخلوا فيها من غير ما يبيضوا، فانت هتبقى مش عارف بقى ايه ميعاد البيض بتاعهم امتى. فبلاش حتة انك تعلق عش خالص. تعلق العش لما يوصل سنهم 10 شهور. طب خلاص سنهم وصل 10 شهور، تبدأ تعلق لهم العش، وتحط في العش من جوه النشارة الوسط، اللي هي خشنة ولا هي ناعمة، وهتبص تلاقي على طول ان شاء الله ربنا رزقك منهم، وهيبدأوا ان هم يبيضوا. بيبيضوا كام بيضة؟ من 5 ل6 بيضات. بيرقدوا على بيض قد ايه؟ 18 يوم. بعد ما يفقس البيض وربنا يبارك لك ويرزقك منهم، والعيال تكبر، هتاخد العيال دول حاجه من الاتنين: يا تنزل تبيعهم، يا اما هتبدا انك انت تكون اجواز تانية. بدل ما كان عندك جوز واحد عندك جوزين وثلاثه واربعه، ويبقى عندك مزرعه كويسه. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، بشكركم جدا. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. مشروع جميل جدا، ابدا فيه وتوكل على الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.